فقال كيف أقرأ عليك وعليك نزل يا رسول الله؟ قال أحب أن أسمع قوم الغير. صار يقرأ حتى وصل إلى سورة النساء إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدقت يا حبيب المصطفى يا أبا القاسم يا رسول الله، خلقت برا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. وكالإيمان والإسلام عود طيب مبارك مع آيات من كتاب الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وسفير من سفراء القرآن الكريم جمهورية مصر العربية، إلى وهو فضيلة القارئ الشيخ مصطفى محمود الشربيني. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قرآن على المحكم، قرآن يعني محكم. بتقول ايه؟ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فتح الله عليك. الله الله الله. كمان إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. جلاله جميل يا مولانا. عليك جلال الله. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. الله نعم. وهو العزيز العليم. الله عليك. وإنه لهدى ورحمة الله أكبر. الله عليك. إن ربك يقضي
يكرمك قول جميل يا مولانا. وهو العزيز العليم. نعم نعم يا سيدي نعم. وهو اذكر الله. فتوكل على الله 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 الله. فتوكل على إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله 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 ينور. وإذا وقع القول عليهم
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كده نعم يا سيدي. ويوم نحشر من كل أمة زوجا ويوم نحشر من كل أمة زوجا ويوم نحشر من كل أمة ويوم نحشر من كل أمة زوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا أكرمك الله شيخ مصطفى، الله يفتح عليك. نعم يا سيدي. الله يا ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكنوا ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. اللهم صل على النبي. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ
كده كده. الله أكبر. صلاة النبي، صلاة النبي عليه. الله الله الله. تمام تمام. يا عيني عليك. يا عيني عليك. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر صل على النبي عليك. عليك ربنا. كمان يا شيخ مصطفى. إنه خبير بما تفعلون. الله عليك. إنه خبير بما تفعلون. جل جلاله. جل جلال الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. كمان. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يا حبيبي يا حبيبي. الله 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 عليك. إن
وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. الله عليك. الله عليك. الله يا سيدنا. كده كده. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. نعم. الله عليك. حبيبي يا شيخ مصطفى. نعم يا سيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالفرار،
ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد الغنى فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيب المصطفى يا أبا القاسم يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا من فضل الله إلى قلوب المؤمنين تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وسفير من سفراء القرآن الكريم جمهورية مصر العربية ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ مصطفى محمود الشربيني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقارئ من القنوات الفضائية وعضو مقام العمال قراء جمهورية مصر العربية المقيم أبو طه مركز مدرس. ومن داخل هذه السرادق المقام الخدمة الممتازة والأصلية في المترقي مخازن فراشيد أولاد الكفر الدنيوية